اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وحشتوني بجد، وحشتوني من الفيديو اللي فات. تعالوا بقى كده بقى نسمي ونصلي على رسول الله، ولايك وشير وسبسكرايب للأكلة الجميلة الخطيرة اللي كلنا بنحبها. حبيت كده بقى نكمل بقية الأجواء كده عند والدتي، ونعيش مع بعض أحلى اللحظات مع أحلى أكلة. رحت كده أنا بقى جبت لهم الأكلة الجميلة اللي ما ينفعش اروح عند والدتي وما نعملش الاكله الجميله دي. فقلت ايه بقى نعمل الاكله دي، بتبقى حلوه قوي ولذيذه في اللذيذ. حبيت نعيش مع بعض اجواء جميله كده، وبحب دايما اعيش معاكم الاجواء. فهنعمل بقى اكله محترمه كده، ونعمل كمان سلطة الرنجة الجميلة الخطيرة بطريقة لذيذة وسهلة جدا وبسيطة، وهتحبيها جدا جدا. يلا بقى كده نحط اللايك الجميل، ونقعد بقى نجيب كوباية الشاي بتاعتنا او الحاجة الساعة واحنا في الحر كده، ونعمل احلى اكلة وتتبسطوا بيها ان شاء الله. طبعا انا عندي جزء بيحب الرنجة مشوية، وجزء ما بيحبش الرنجة مشوية. كلنا كنا واقفين بقى بنساعد بعض كده، اللي بيشوي بقى، وانا كنت بنضف الرنجة وعملت لهم سلطة الرنجة. كلنا لازم نشارك في الاكلة الجميلة اللذيذة دي. فنضفت لهم الرنجة، وبجد كانت عجباني قوي الرنجة دي، لانها كانت فيها بطارخ. انا بعشق حاجة اسمها بطارخ الرنجة، يعني ممكن اسيب الرنجة كده واكل بطارخ الرنجة. فنضفت لهم بقى كده الرنجة، وخليت جزء كده من الرنجة علشان نعمل بيها سلطة حلوة قوي. يعني بعد كده مش هتاكل الرنجة الا بسلطة الرنجة دي، حاجة جميلة جدا ولذيذة في اللذيذ. ما تطلعيش من الفيديو، لان الفيديو مسلي وجميل ومين مننا ما بيحبش الاكلة الجميلة يشوفها كده ويقول الله الله. طبعا انا بحب اروح هناك قوي واكل الاكله دي، بحس كده ان انا ببقى مبسوطه جدا. فحبيت بقى كل الاجواء اللي انا عشتها معاكم لاحلى واجمل اخوات. وبشكر اي حد دخل عندي القناه جديد، بجد بجد بتبسطوني جدا جدا وبكلامكم الجميل، واللي مش عارفه اقول عليه كل يوم بنزيد اخوات وحبايب. بجد ببقى مبسوطة جدا لما كل يوم افتح قناتي ولاقيني كده زدنا اخوات، وزدنا قلوب صافية، زدنا قلوب يعني نقية من اي شر. ربنا يجعلكم كده يعني عاملين الخير دايما، وربنا يكبر بخاطر كل اللي بيكبر بخاطري. بجد احلى كلام لما بيوصلني بحس ان انا مبسوطه جدا. طب ما تيجوا نشوف بقى هنعمل جبت كده قرنين من الفلفل الحامي، وبصلتين كده من البصل الاحمر. البصل الاحمر ده بيبقى جميل قوي في الاكلات اللي زي دي، بيبقى حلو قوي. فجبت بصلتين كده قطعتهم. وبصراحة انا سلطة الرنجة دي كنت بعملها، كانت بنت اختي طلبها مني، قلت هعملها لها. هي طلبت احط عليها طماطم، بس انا بصراحة يعني عن نفسي انا ما بحبش الطماطم، يعني ما بحبش الطماطم على سلطة الرنجة. فالمفروض ان انا احط بصل، احط فلفل، ممكن استعين بفلفل الوان، لكن ان انا احط طماطم لا، مش جاية معايا خالص. بس هي كانت عايزة كده، فقلت خلاص ماشي نمشيها لها. بس يعني لو ما فيهاش طماطم ممكن يعني تبقى احسن. بس هي كان طعمها جميل جدا والله، طعمها لذيذ جدا جدا. فقطعت لها طماطمايه كده صغيره علشان خاطر يعني ما زودش. وطبعا في بصل اخضر فيه، يعني واقفين بقى بينضفوه معايا. انا دبستهم في البصل، يعني قلت لهم انا هنضف لكم الرنجه وانتوا وقفوا بقى نضفوا البصل علشان خاطر ضحكت عليهم. ما بصل في الحر دي صعبه جدا يعني. فخليتهم هم بقى يقفوا ينضفوا البصل. كنت جايبه بصل احمر وبصل اخضر، وانا وقفت بقى انضف الرنجه، وعملت سلطه الرنجه الجميله دي. مش هنحط عليها ميه خالص، كل الحكايه ان احنا هنفككها بالخل والزيت والليمون عادي خالص. انا كده كده بنحط الحاجات دي على الرنجه، فهفككها بيها. ما ينفعش ان انا انزل بميه. هنفككها كده ونعملها بطريقة حلوة قوي. يعني اعمليها بالطريقة دي هتعجبك جدا، مش هتاكلي بعد كده الرنجة الا بالطريقة دي. نعصر بقى الليمون بتاعنا ونزود كده الليمون ونعمل احلى سلطة رنجة.
انا عايزه اقول لكل اخواتي وحبايبي انا بجد بشكركم جدا على وقفتكم جنبي، والله ما هنسى اي حد وقف جنبي. يعني بجد بتحسوا بيا قوي، بتطلعوا كلام من قلوبكم بجد، وده لوحده والله كنز كنز بحمد ربنا عليه. كنز يعني ما يسواش الدنيا بحالها، يعني ما يسواش اي مال ولا يسوى اي حاجة. الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة حسنة. جبر الخواطر على الله، الله على جبر الخواطر، الله على كل حد بيدخل قناتي وبيفضل يكبر بخاطري. الحمد لله يا ربي، الحمد لله والشكر لله انك بتوقعني في احسن ناس، احسن ناس ما تعرفنيش ولكن يعرفوني عن طريق الكاميرا، ولكن يعني عارفين قد ايه انا، يعني بيقولوا لي احلى كلام. يعني والله العظيم لساني بيبقى عاجز عن اي كلام، ببقى نفسي يعني اقول لكم احلى كلام. بس بجد انا مش عارفة من كتر ما انا نفسي يعني اشكركم جدا، مش عارفة يعني اوصلها لكم ازاي. بجد بشكر كل اخواتي وحبايبي اللي واقفين في ظهري، بشكر اي حد بيخش قناتي. بجد بجد دعمكم ليا ده ما يسواش كنوز الدنيا. يعني بجد والله عمري ما هنسى كل حد وقف جنبي، كل حد بيدعمني، مش محتاج مني غير ان انا اكون موجودة معاه. بجد يعني مش عارفة اقول ايه، والله لساني عاجز عن الكلام. هنا كانت بنت اختي بتدوق بقى السلطه، يا بنتي استني ما اخلص، يا بنتي يهديكي يرضيكي استني لسه ما خلصتش، تقول لي هدوقها. فما دقيتها، طب ايه رايك بقى؟ قالت لي بجد بجد حاجه خطيره جدا جدا. حطينا بعد ما خلصنا السلطه كده، رحت حاطه ايه بقيت كان فايض حبه كده، حطيتهم وحطيت برضو عليهم شويه زيت وليمون وخل كده عشان بقى يديني ايه تيست. طبعا الرنجه دي انا كنت خليها خالص من الجلد ومن اي حاجه وخليتها، يعني رنجه السلطه بتبقى مخليه. عايزه اقول لكم بقى ما تقوليش اي فسخاني تجيبي منه سلطه الرنجه دي، هاتيها واعمليها في البيت، ويعني ايه هتلاقي نفسك طعم وحلاوه مفيش بعد كده. خلصنا كده سلطة الرنجة، هنحط بقى ايه على بقية الرنجة بقى الزيت والليمون والخل، وخلاص على كده هنروح ناكل. يعني بجد حبيت اعيشكم اجواء انا بعيشها، كل لحظة انا بعيشها، كل حاجة بتمر عليا حلوة بحب اوصلها لكم، لكن اي حاجة وحشة لا، يعني انا ما احبش ان انا اوصل لكم اي حاجة سلبية. ربنا يجعلكم مبسوطين دايما، واكون كل اللي بيستنى فيديوهاتي كل يوم عشان يتبسط ربنا يبسطكم ان شاء الله، ويكبر بخاطركم وينولكم كل اللي بتتمنوا. بصوا بقى نضفنا البصل الاخضر ونضفنا البصل الاحمر وقطعناه شرايح كده، وحطينا عليه الخل والزيت وكله تمام. وخلاص على كده بقى ايه هنروح كده ايه تفضلوا معانا احلى واجمل اكل انا بحبها بجد، احسن من اي اكل. ما تنسونيش بقى في اللايك، وانا عارفة طبعا ان كل حبايبي مش هينسوني في اللايك، لايك وشير وسبسكرايب للقناة. لو مش مشتركة في القناة اشتركوا في القناة عشان يوصلك كل جديد، وتبقي فرد من اخواتنا الحلوين. واشوفكم في فيديو جديد، هتوحشوني كتير يا احلى واجمل اخوات.